سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي طارت بكريم باتيسير ساهلين اقتصاديين وما كياخذوش معنا الوقت طويل. غادي نحتاجو في المقادير 160 غرام ديال الزبده، معاها واحد القبيصه ديال الملحه وواحد الكيس ديال الفاني. انا استعملت الزبده ديال البواط. غنزيد معاهم 60 غرام ديال السكر سنيده، يعني نص كاس. صافي، وغادي نخدمها مزيان حتى كيذوب لي السكر مع الزبده. غادي نزيد عليهم نص كاس ديال الزيت، والكاس يكون صغير باش ما تجيكمش لاباط هشيشه بزاف. صافي، وغادي نخدموا ديك الزبده مع الزيت مزيان ونزيدوا عليهم بيضه. قد ما كانت الزبده بحراره المطبخ كتجينا زوينه في الخدمه وكتكون ناجحه معنا لاباط. غادي نزيد بيضه كبيره ونخلط المقادير مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط اللي تيكون على شكل بومه يجينا رطب. صافي، وغنبدا كنضيف الطحين شويه بشويه. الطحين كيبقى على حسب النوعيه ديالو. غنقول لكم في الاخير شحال غتهز معايا ديال الدقيق. هنا عندي زلافه الاولى، غادي ندخل فيها شويه بشويه ونخدمها غير بالاصابع، ما تدلكوهاش. كما شفتوا انا غنزيد الزلافه الثانيه ونقول لكم شحال غادي ندير فيها. هاد الزلافه الثانيه غندير نصها ونشوف. صافي، غتبقاو غير كتجمعوها غير بالاصابع، كتجمع كتجي رطبه وزوينه، وحتى فاش كتكون طيب ما كتجمع، ما كيتبدل لا الشكل ما والو، حتى كنحصلوا على عجينه على هذا الشكل. زدت معايا 350 غرام ديال الدقيق. غادي نوضع العجينه في واحد الكيس بلاستيكي ونخليها في الثلاجه واحد نص ساعه، وعاد نبدا نخدم بها. قد ما ارتاحت مزيان ممكن تخليوها ساعه ساعتين، ممكن تخليوها ليله كامله، ما كاينش مشكل. هنا غادي ناخذ المولات كما شفتوا معايا، ما دهنتهم ما والو، مباشره غادي نخدم بهم حيت لاباط مخدومه بالزبده ما كتلصقش ليا العجينه. غادي ناخذ الكويرات فيهم 26 غرام، يعني ما بين 26 28 غرام، وغتخدموهم بهذه الطريقه. هذه ساهله، ما كتشدش لينا اليد وما كتاخذش لينا الوقت بزاف. غادي نضغط عليها في المول حتى كتشد الشكل ديال المول. ممكن ديروا الطريقه الثانيه، تطلقوا العجينه وتقطعوها بواحد الكاس ولا بواحد السيركل وتثبتوها على المول وتبقاو تضغطوا عليها. ولكن هاد الطريقه كتجيني انا سهله في الخدمه، عمليه، وما كتخليش ليا حتى دوك الزوائد ديال العجينه كاينين. صافي، غنبقى مستمره حتى كنسالي. غادي نتقبهم بواحد الفرشيطه، غنتقبهم مزيان باش ما يديفورماوش ليا ملي يكونوا يطيبوا. ما غندير ليهم لا حمص لا لوبيا لا والو، كندخلهم مباشره كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. قد ما كانت العجينه مرتاحه كينجحوا معاكم بسهوله. خليتهم البنات حتى كيطيبوا. هانتوما كتشوفوا اللون ديالهم كيذهب، كيجي واحد اللون زوين فيهم ديال صابلي، والشكل ديالهم كيبقى هو. صافي، انا غادي نديرهم في واحد البلاطو وندخلهم للثلاجه حتى كيبردوا مزيان. قد ما خليتهم يبردوا مزيان، علاش؟ حيت غندير فيهم الكريمه سخونه باش ما تجينيش ديك لاباط هشيشه بزاف. هنا عندي غندوزو للكريمه، عندي نص لتر ديال الحليب، درت فيه شاصيه ديال الفاني و4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. هنا هذاك الحليب خديت منه شويه، خلطت فيه 4 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير، غير باش ما يجيونيش فيه دوك الحبيبات وتجيني الكريمه رطبه. صافي، غادي نبقاو كنحركوا شويه بشويه حتى كتعقد لينا الكريمه. حيت غنخدموا بالكريمه سخونه، داكشي علاش ضروري لاباط ديال لي فون ديروها في الثلاجه تبرد. هنايا عندي الكريمه هي وجدات، غادي نزيدها واحد المعلقه ديال الزبده.
ماشي بالضروره تزيدوا الزبده، غير باش كتعطيها واحد القوام كريمي. صافي غادي نحركها حتى كتذوب لي ديك الزبده، وغادي نبدا كنعمرهم. كما شفتوا غادي نعمرهم مباشره، باقا الكريمه سخونه وهما راه باردين، هما راهم يعني واخدين البروده تقريبا، خليتهم واحد ساعه ونص في الثلاجه. هاد المقادير اللي درت معكم البنات راه كيعطيوكم تقريبا واحد 24 حبه. صافي غادي نعمرهم هنايا، وغادي نقطع لي فخوي. بالنسبه لي فخوي ديروا اللي بغيتو، ديروا تزيين على حساب داكشي اللي عندكم. انا هنا قطعت شويه ديال البوعويد كيوي وطريفات ديال التفاح، عصرت واحد نص حامضه وقطرتها عليهم غير باش ما يتبدلش ليه اللون، باش هذوك لي فخوي يبقاو هما في اللون ديالهم. صافي التزيين كيبقى على حساب الرغبه وداكشي اللي عندكم ديروه. بالنسبه للناباج ما لقيتوش عندي، ما بقاش. خديت شويه ديال العسل سخنته، وهو باش غادي نعطيهم داك البريو. صافي غادي نقضي غير بالعسل هو اللي عندي. وهو الناباج كيكون احسن لان كيبقى بحال واحد الجيل، كتعطيهم بريو كيبقاو يعني كيصبروا مده طويله. المهم انا ما عنديش، غادي نقضي بالعسل غير باش نعطيهم ديك اللمعه وصافي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زوينين بنانين لذاذين والعجينه هشيشه وزوينه. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.